التفاحة اللي ناقصة قطمة على ظهر كل الأجهزة بتاعت الآيفون اختارتها أبل علشان تقول إن دايما منتجاتنا ناقصة وإن إحنا بنسعى للتطوير والكمال، ولكن النادي الأهلي لما قدم أداء ناقص في المونديال أكيد ما كانش غلط. الأداء دايما ناقص، مش في النسخة دي بس، الأداء دايما ناقص من أيام 2005، من أيام الجيل الذهبي. انت بتخسر علشان الساعة البيولوجية، وبتخسر عشان اداء خططي غير منضبط، وبتخسر لانك لم توفق، وبتخسر لان جودة اللعيبة مش موجودة، وبتخسر لانك ما عندكش الصلابة النفسية. عوامل كتير جدا مهمة جدا، ولكن اهمهم من وجهة نظري وسر من اسرار تراجعنا كنادي اهلي وكرة مصرية هي الصلابة النفسية. الوحيد اللي فلت محمد صلاح. وعلشان نتكلم على الصلابة النفسية بشكل واضح استنى معايا لاخر الفيديو. نبدا بالمعلم ريبيرو راجل مدير فني لسه جاي النادي الاهلي ما كملش شهر. الراجل ده لما جه وهو عارف انه جاي لواحد من اعظم الفرق في افريقيا وفي الشرق الاوسط، وفريق جمهوره مرعب ما بيستحملش اي تعادل ولا خساره، ومع ذلك قبل المهمه قبل وقت حاسم جدا كان ممكن يرفعه في السماء او يجيبه سابع ارض. الراجل ما تقدرش تحدد اذا كان ظالم ولا مظلوم، الراجل ظلم نفسه وظلم جمهور النادي الاهلي معاه بقبول المهمه دي قبل كاس العالم بحوالي 15 يوم، ولا هو مظلوم ان اللعيبه ما عندهاش مرونه تكتيكيه ووعي خططي كامل يقدر يطبق طريقته بشكل كامل بسرعه. ودلوقتي جه كلنا عارفين انه بيلعب طريقته الاساسيه هي 3-4-3، وانه بيقدر يلعب بتدرج جيد بالكوره من الخلف، ولكن النادي الاهلي كان بيلعب بطريقه مغايره تماما لكده. ندخل بقى على المعترك العالمي، الراجل بدأ يلعب بطريقه مش طريقته، هو كان عامل ميكس غريب كده، بيلعب 4-3-2-1، ومع ذلك بيلعب برضه بيحاول انه يخرج بتدرج جيد بالكوره. انا ما عنديش مشكله في ده، ولكن التدرج الجيد بالكوره بيحتاج اوراق مهمه. اوراق مهمه اهمهم الاثنين سرد باكات وحارس المرمى يكونوا بيلعبوا برجلهم كويس، وده بيفتقده النادي الاهلي. لا ياسر ابراهيم بيقدر يعملها، ولا اشرف داري بيقدر يعملها، ومحمد الشناوي زي ما احنا خابرين كورته على الارض مش احسن حاجه، ولكن يحسب له انه في الفتره الاخيره او في مباريات كاس العالم للانديه كراته الطويله منضبطه ومظبوطه بشكل كبير عن كرات محمد الشناوي المعروفه. كمان انت عندك باكين كنت بتقدر تخرج من خلالهم لما كان موجود علي معلول، كان هو المفتاح الرئيسي للخروج بالكوره، وكان محمد هاني بيساعد نظرا لان الضغط ما كانش بيبقى عليه بشكل كبير، كان بيبقى على معلول في محاوله الضغط العالي وعدم الخروج بالكوره، فمحمد هاني بيكون عنده اريحيه للخروج بالكوره بشكل سهل وبسيط. ولكن في الوضع اللي احنا فيه اشرف داري وياسر ابراهيم وعطيه الله ومحمد هاني وكلهم كورتهم مش احسن من بعض، ولكن نقدر نقول ان افضلهم محمد هاني في الخروج بالكوره، وده يوري لك قد ايه احنا بنعاني. ولو هنخرج على مروان عطيه فمروان عطيه كورته كويسه ولكنه محور ممكن يتمسك. اضفنا ليه احمد سيد زيزو واضفنا ليه محمد بن رمضان، وفعلا الاثنين جيدين، ولكن زيزو ما بيلعبش اصلا مركز 8، بيلعب جناح، فاحنا عشان نستنسخ منه امام عاشور جديد دخلناه لجوه وسيبنا محمد هاني ناحيه اليمين وسلمناه للجبهه الاقوى عند بالميراس، وهو الراجل اصلا مش شايف قدامه، فالدنيا باظت زي ما احنا شفنا. الناحيه الثانيه محمد علي بن رمضان بقى محتار، العب بوكس تو بوكس ولا ارجع اساعد مروان ولا اخرج بالكوره وما شاركش في تطويرها ولا ازيد واكمل مع المهاجمين. فانت من الاخر بتستنزف الراجل ده فنيا، وانت بتعمل كده اتفاجئت ان انت منظومتك الدفاعيه مش جيده، انت ما بتعملش ضغط جماعي بشكل واضح وصريح وقوي لفترات كبيره من الماتش. النادي الاهلي بيعمل الضغط العالي او الضغط العكسي بشكل جيد فترات قليله جدا في المباراه. انت كمان بتفتقد للعيب اللي بيتحكم لك في رتم اللعب، واللعيب الوحيد اللي بيقدر يتحكم في رتم اللعب في مصر كلها هو محمد مجدي قفشه، وهو في اسوأ حالاته ومستوياته الفنيه، بل هو في اكتر فتره محبط فيها اصلا. الشكل الاهم من كل ده ان انت كراجل بتقرا الملعب المفروض ان انت قريت بالميراس وشفت انه فريق بيتميز بالقوه والعنف والاجريشن الكبير جدا في الالتحامات، ومع ذلك احتفظت بديانج على الدكه، الراجل الوحيد في التشكيله بتاعت النادي الاهلي او في السكواد كله اللي يقدر يعمل توازن في الناحيه البدنيه مع فريق بحجم وقوه وشراسه بالميراس. الكلام ده بيخليني اشوف ان انت مش قادر تقرا الخصم ومش قادر تقرا لعيبتك ولا تعرف قدراتهم البدنيه والفنيه. الحاجه الاهم من كده انت لما رحت لطريقتك ولعبت 3-4-3 في اخر المباراه انت هددت وكنت هتسجل، طب ما كنت تلعب اصلا ب 3-4-3. انت ليه ما فكرتش ان حسين الشحات ممكن يلعب باك رايت بدل محمد هاني اللي بيعيش واحده من اسوأ فتراته اليومين دول؟ نقدر نشيله ونحط حسين الشحات باك رايت ويلعب قدامه احمد سيد زيزو وتلعب 3-4-3 بقى. القصه هنا كلها رايحه
هل الراجل ده عنده ولسه قلقان يتحرك، ولا ما عندوش اصلا فنتحرك احنا ونشوف حد بداله؟ قصه صعبه مش سهله. الراجل ما تقدرش تحكم عليه بعد اقل من شهر، وبعد بس مباراتين في كاس العالم للانديه على مستوى عالي جدا من المنافسه. انا عارف ان احنا ما لعبناش حد من الكلاس ايه، ولكن برضو التنافسيه وحجم السرعات والقوه والالتحامات البدنيه في البطوله دي مختلف تماما عن الدوري المصري والبطولات المحليه والافريقيه. كل ده في كوم، والصلابه النفسيه بقى في كوم. الصلابه النفسيه دي هي اللي خلت محمد صلاح يكمل ويبقى وان اوف ذا توب 3، واحمد حسام ميدو يرجع مصر ويبطل كوره قبل ال 30. لما يبقى عندك صلابه نفسيه هتشوف نفسك هيد تو هيد مع اي حد في العالم، حتى لو كان كريستيانو او ميسي. لكن انت رايح بسكواد كامل مبهورين انهم هيقفوا في الملعب قصاد ميسي. عندك مشكله، انا اقدر اتفهم انبهار العالم كله بميسي، واقدر اتفهم انبهار لعيبتي نفسها بميسي خارج الخطوط. جوه الخطوط هو 1 تو 1، ما عنديش اي مانع من ان انت تبقى من التوب فانز بتوع ميسي، ولكن ان انت تبقى مبهور ومش قادر تصدق نفسك انك على نفس الارضيه وعلى نفس الملعب واحد من اعظم لاعبي كره القدم في العالم. طب هتكسبه ازاي لما تبقى راكب الجيم ومش قادر تصدق نفسك ان انت هتكسب واحد زي ميسي او هتكسب فريق بيضم ميسي؟ كل ده عوامل ما اسمهاش حاجه خالص غير انت غير صلب نفسيا، انت غير مرن نفسيا. انت عندك مشكله في قبول وجودك في هذا المعترك او في هذا المستوى. علشان كده هي دي سر الخلطه. علشان النادي الاهلي يحط نفسه بجد عالميا، محتاج يا اما يجيب لعيبه بقى من بره زي الهلال معامل، يا اما يخلق او ينشئ منظومه للدعم النفسي تبدا من الناشئين. يبقى عندك قطاع الناشئين كله بيدعم نفسيا وبيتعلم ازاي يبقى عنده صلابه ومرونه نفسيه، لانك اصلا خلال المباراه الواحده بيعدي عليك منعطفات وتطلع وتنزل وتبقى متقدم وتتاخر، وفريقك ينقص لعيب بطرد وفريقك يزيد لعيب بطرد للفريق الخصم. كل الكلام ده محتاج شيء من المرونه والوعي النفسي، ان انا ابقى واقف على الارض وابقى مدي لنفسي قدري ومش مدي لنفسي فوق قدري، فالوضع كله يبقى تحت سيطرتي. تحت سيطرتي انفعالاتي، تحت سيطرتي مهاراتي، تحت سيطرتي اندفاعاتي البدنيه. الجون الثاني اللي جه في النادي الاهلي في مباراه بالميراس هو اندفاع لا واعي. النادي الاهلي كله حاسس انه احنا كنا مقربين وكنا قادرين نسجل، وفجاه جه فينا هدف عكسي، يلا نروح نجيب جون. كل الفرقه رايحه تجيب جون، فاللي حصل انفراد من نص الارض. ولان الفريق اللي انت بتلعبه فريق بيتميز بالسرعه والقوه، سبقوك. ولما حاول محمد هاني يلتحم وقع هو والراجل راح لغايه محمد الشناوي واقف على رجله وقادر يسجل جول. محمد هاني حتى في الكوره دي ما كانش عنده وعي نفسي او وعي خططي، وعي بالموقف ككل، باني حتى لو ما خدتش الكوره فانا هروح اوصل لمحمد الشناوي والراجل ده مش مرتاح ومش متمالك الكوره ومش مسيطر على الكوره بشكل كامل. لكن انا لما اعمل تاكلينج والراجل ما يقعش ولا اخد منه الكوره، هيوصل لغايه محمد الشناوي وهو واقف على رجله وقادر ياخد قرار بانه يسجل هدف. كل ده بيرجع لانك عندك صلابه نفسيه، وانك قادر تبقى مركز ومحافظ على حسن اختيارك للقرار في اسوأ واصعب المواقف. النادي الاهلي بيحتاج منظومه كامله. دكتور احمد ابو الوفا اثبت نجاح هايل جدا في التعامل مع كهربا وامام عاشور، هايل جدا. ولكن الراجل مش هينفع يتعامل مع اكتر من 30 مليونير. انت عندك 30 نجم، 30 لاعب كرة في سن متفاوت ما بين ال 19 سنة لحد ال 35 سنة، كلهم نجوم وكلهم عليهم من الضغوط من جمهورهم ومن جمهور المنافس ومن الإعلام ومن ضغوطه هو الداخلية، بأنه شايف نفسه وأنه كان جاي من خلفية فقيرة وفجأة بقى مليونير وبقى عنده فلوس بالكوم، وبقت الكاميرات بتلاحقه وبقت أخباره بالية الدنيا وبقى النفس محسوب عليه. كل الكلام ده ما يقدرش يتعامل معاه شخص واحد هو دكتور أحمد أبو الوفا. دكتور أحمد أبو الوفا المفروض يكون نواة لإدارة كاملة زي ما كان كابتن محمد رمضان بيحاول يعمل الإدارة دي، وتبدأ من الناشئين وتكمل معانا للفريق الأول، ويكون على رأس الهرم ده دكتور أحمد أبو الوفا علشان ننشئ إدارة جيدة. الإدارة النفسية الجيدة للعيبة لا تقل أهمية عن الإدارة الفنية الجيدة للعيبة، لا تقل أهمية عن الإدارة الطبية الجيدة للعيبة. كل ده بيحافظ على مواردك وعلى لعيبتك اللي هي أصول من أصول النادي، اللي هي فلوس من فلوس النادي.
وكمان بيحافظ على الايمج بتاعتك. الحاجه الاهم ان الصلابه النفسيه هتخلي اللعيب قادر يفرق بين الاجواء الاحتفاليه وبين الحملات التسويقيه. النادي الاهلي قبل خوض المباريات بتاع كاس العالم للانديه كان عنده حمله تسويقيه هايله جدا في امريكا. كل اللي كانت بتعمله المتحده واللي كانت بتعمله قناه النادي الاهلي انهم كانوا بيعملوا حمله دعائيه وحمله تسويقيه للنادي الاهلي ولنجومه. كل الكلام ده كان لازم اللعيبه تبقى فاهمه ان ده شغل، ده حتى اللي بنعمله ده اسمه شغل، ده مش احتفال. ده مش احتفال بوصولي لمعترك انا واصله اصلا 4 سنين. النادي الاهلي واصل البطوله دي من 4 سنين، من اول لما قالوا هنعمل البطوله، لانه حاصل على 3 بطولات من ال4 اللي بيأهلوا للبطوله دي. فانت من الاخر مش رايح تحتفل، انت رايح تشتغل. حتى اللقاءات التلفزيونيه، حتى الانشطه اللي انت بتعملها وبتتصور، حتى السوشيال ميديا وهي بتصورك مع لاعبين عالميين، كل ده من الحمله التسويقيه. انت هتعرف تعمل ده لما يكون عندك وعي نفسي بقيمتك وبقيمه فريقك، ووعي بالموقف نفسه. اللي حصل ان انت عندك كتير من لعيبتك اللي انت اصلا بتعتمد عليها شايفه انهم في كرنفال، شايفين انهم في حفله ورايحين ينبسطوا، شايفين انهم رايحين في مهمه وشغل ويقدروا يكسبوا من وراه فلوس كتير جدا. النادي الاهلي بيفتقد الصلابه النفسيه عند لاعبيه، بل ازيدك من الشعر بيت، جهازك الفني بيحتاج الصلابه النفسيه. ريبيرو نفسه محتاج دلوقتي دكتور احمد ابو الوفا، لان ريبيرو دخل على نادي هو مش متخيل حجمه، لا حجمه في الجماهيريه ولا حجمه في التاثير ولا حجم التعادل بيعمل ايه في الجمهور ده، وبيولد ضغوط شكلها عامل ازاي عليه هو وجهازه ولاعيبته. احمد ابو الوفا نجاحه هو نجاح ريبيرو، وريبيرو لو فتح الباب لاحمد ابو الوفا انا بقول لك انه هيكون راجل ناجح. غير كده احنا بنهرج. لو انت شايف ان اللي بنتكلم فيه ده كلام مهم ويكون في صالح النادي الاهلي، قول لي رايك نطور الكلام ده ازاي. ولو انت شايف عكس كده يا ريت نتناقش في الكومنتات علشان نخلق حاله تحط النادي الاهلي على طريق تقديم اداء كامل في مونديال الانديه. شكرا والسلام عليكم.